سنين على كده. الناس اللي بتساعدنا ملت من المساعدة، لأن هم أساسا ملهمش دخل برضو. على هذه السيدة اجتمع المرض مع الفقر بعد أن أصيبت بجلطة أقعدتها بين جدران هذا البيت، فتجمعت الديون التي لا تقدر على ملاحقة أسعار أدوية لا تتوقف عن الارتفاع، فضلا عن احتياجات ومتطلبات يومية لا تتوقف. إيه، عشان أكشف عليها عند دكتور بره بالذات مخ وأعصاب أقل كشف 70-80 جنيه، ده لو في حارة. لو حبيت أوديها لدكتور كويس مخ وأعصاب كشفه مش أقل من 200 جنيه. هي بتستعمل يوميا كادلز لكبار السن ما بين 3 ل5، الواحدة ب6 جنيه وريال، يبقى 25 جنيه يوميا. زائد المكان اللي أنا ساكن فيه ده ب 250 جنيه. كغيرها من ملايين الأسر الفقيرة يواجه هذان الزوجان مصيرهما المجهول بأقل الإمكانيات، ودخول البلاد في حقبة جديدة يحيي في نفوسها مطالب جفت على ألسنة تعبت من كثرة تكرارها. عايزين نعيش عيشة كريمة، لا نشحت ولا نسرق ولا نبلطج، عايزين نعيش عيشة كريمة والدولة تقدر توفر. تطلعات بسيطة، بساطة حياتهما نفسها، ومخاوف تطغى على نظرتهما للمستقبل بقدر صعوبة ومعاناة واقعهما، ويبقى للأمل مساحة تضيق وتتسع بقدر تسارع الأحداث من حولهما. ومهما كانت لغة الأرقام معبرة عن واقع صعب وذي دلالات يمكن قراءتها وتحليلها والخروج أيضا بنتائج منها، فإن واقع البشر ومعاناتهم في معيشتهم اليومية هي أبلغ في دلالاتها عما يعانونه من أي أرقام. والحديث أكثر عن واقع الفقر في مصر ينضم إلينا في استوديو اليوم من القاهرة دكتور صلاح هاشم، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية. أهلا بك دكتور صلاح معنا. أهلا بك سامي. دكتور صلاح، خلينا نبتدي بالرقم اللي رصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 26% من المصريين فقراء. على أي أساس بيتم حساب معدلات الفقر، ومن من المواطنين يوصف بأنه فقير؟ أولا هي 26.3% حسب آخر تقرير. عندنا 17 مليون مصري معرض للتشرد والمجاعة، عندنا 13.7% بيعانوا من الأمن الغذائي، نقص في الأمن الغذائي، عندنا بطالة بنسبة 13.4%. وطبعا ما اقدرش افصل، عشان كده بتكلم عن البطالة بين البطالة وبين الفقر. كلها طبعا ارقام مخيفة جدا، وارقام بتدعو الى التوجس من المستقبل القادم بالنسبة لمصر والظروف الاجتماعية والاقتصادية. هل سوف تظل بهذا الشكل ام تتجه الى الأسوأ ام الى التحسن، خاصة أن المديونات الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر قلت، يعني وصلت إلى 2 مليار استثمار، كانت في 2010 6.8 مليار استثمارات محلية، السنة دي 2 مليار. ده طبعا كله بيؤثر على حجم المجاعة وارتفاع معدلات الفقر. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك بتقوله، وهو بيحسبوا على أساس إيه؟ بيحسبوا على الاحتياجات الأساسية. عندنا نوعين من الاحتياجات، في احتياجات مشبعة واحتياجات غير مشبعة، بنسموها unmet need. الاحتياجات الغذائية مرتبطة في المأكل والمشرب والغذاء، المأكل والمشرب والملبس والسكن. تمام. هل طبعا السكن ليه مواصفات معينة عالمية، أمريكا أو الدول الأوروبية حددتها بالدولار. يعني احنا عندنا 1.6 عندنا أكتر من 50% من المصريين بيعيشوا على $1.06. يوميا. يوميا. انت عارف الدولار مش بالقيمة المصرفيه للدولار. يعني يقول لك الدولار مع 7 جنيه مثلا، لما يبقى 2 دولار مثلا في اليوم، يعني مثلا ب 14 جنيه، لا تبقى حاجه كويسه. لكن هم بيحسبوه بالقيمه الشرائيه للدولار وليس بالقيمه المصرفيه. يعني 2 دولار دول في امريكا هيجيبوا قد ايه؟ هيجيبوا سندوتشين فول في امريكا على فكره. يبقى انت عندك مثلا اكتر من 17 مليون مصري بيعيشوا على 2 دولار في اليوم الواحد. طبعا انت ازمه كبيره جدا. طبعا ارتبطت بمعدلات الفقر باشياء اخرى كثيره جدا، زي ارتفاع معدلات التصحر في الارض الزراعيه. ده تزامن مع ازمه النيل وسد النهضه وارتفاع مشاكل متشعبه كثيره. يعني احنا بنعاني 26% من الاراضي الزراعيه معرضه للتصحر. اكبر دوله، طبعا التصحر يعني غذاء، اكبر دوله معرضه للتصحر على مستوى العالم هي مصر. بنخسر في الساعه الواحده 3.5 فدان كل ساعة بيتم تصحرهم. طيب، لمعالجة الفقر طبعا هناك جهود بالتأكيد مختلفة ومن جهات مختلفة. أنتم مثلا في مؤسسة التنمية الاجتماعية وحماية الفقراء، يعني إيه الجهود اللي ممكن بتقوموا بيها
للحد من الفقر في مصر؟ احنا بنقسم طبعا، بنتجه بالسياسه العامه للدوله. هناك نظريات عديده جدا بتواجه مشكله الفقر، لكن في الغالب احنا بنصنف الفقراء الى تصنيفات، وبعد كده بنتعامل مع كل صنف على حده. يعني عندنا حاجه بنسميها فقر القدره وفقر الفرصه وفقر المورد. هو الفقير واحد من ثلاثه دول، يا اما لديه امكانيات ولكن ليس لديه الموارد لاستخدامها، يعني عنده قدرات معينه، بس القدرات يعني يجيد الكتاب على الكمبيوتر ولكن ما عندوش كمبيوتر، يبقى انا المفروض اوفر له جهاز كمبيوتر علشان يقدر يوظف قدراته لاستخدامها عشان يقدر يعيش. او عنده قدرات معينه وعنده موارد بس مش لاقي الفرصه لتوظيف هذه القدرات مع الموارد، الفرصه مش موجوده. وده طيب، انا بحاول. فهمت من كلام حضرتك ده دكتور صلاح ان انا عشان احد من الفقر انا مش اساعد الفقير، لا ده انا بس مش هساعده بس، لا ده انا كمان انميه. يعني انا عندي، لا هتكلم عن التنميه، انمي هذا الفقير، هتكلم اسامه، بس انا عشان خليني اعلمه يعني كيف يصطاد بدل طبعا ما طبعا اطعمه فقط يعني. طبعا. ما عشان كده انا قلت انه هو اما فقير قدره، وده المفروض ابني قدراته علشان يكون مؤهل، وهقول ازاي، او فقر مورد ما عندوش موارد او امكانيات، تمام. او فقر فرص مش موجوده الفرصه عشان يقدر يعبر عن هذه القدرات. مساله مواجهه الفقر لا يجب ان تبدا في الكبر، ولكنها يجب ان تبدا من الصغر، من الطفوله. انا بقول عندي طفل وعندي شاب وعندي مسن. تمام. الطفل هو شخص او انسان لديه استعداد للتعلم، وبالتالي يجب ان اؤهله من الصغر، ابني اكسبه مجموعه من القدرات والمهارات علشان لما يكون في سن العمل وفي سن الشباب يقدر يوظفها. تمام. الشباب لو هو وصل الطفل ده الى مرحله الشباب بدون قدرات، يعني قدراته التعليميه لا تتناسب مع سوق العمل، يبقى لازم محتم هيكون فقير. يبقى تمام. انا لازم هذا الشاب عنده طاقه، يعني اصبح ما عندوش قدره وعنده طاقه، الطاقه تمام. لابد ان تفرغ. ان لم تفرغ في مجال العمل فسوف تتحول الى طاقه سلبيه تهدم المجتمع ويبقى مجرم. تمام. يبقى انا المفروض اعمل توظيف لهذه الطاقه، يبقى الطفل عنده استعداد يحتاج الى تعلم، والتعليم افضل وسيله للطفل والتاهيل. بعد كده الشاب عنده طاقه، هذه الطاقه لابد ان تستغل الاستغلال السليم في الاتجاه السليم. ان كان لديه قدرات موجوده ولكن القدرات لا تتناسب مع سوق العمل، بنعمل حاجه اسمها تحويل قدرات او تدريب تحويلي، بحيث اقوم بتدريبه على وسائل اخرى، لانه الشاب ما عندوش مساحه نفسيه للتعلم، ما عندوش استعداد للتعلم، او قدرته على التعلم بدات تقل. فانا بعمل له نوع من التدريب او التدريب التحويلي علشان اقدر استغل الطاقه اللي عنده الموجوده. الكبر بقى اللي هم كبار السن، ليس لديهم قدره، ليس لديهم استعداد، وليس لديهم طاقه، ولكن لديهم خبره، والخبره لابد ان تستثمر. يبقى لازم استخدم الخبرات الكبيره في السن، والا هذه الطاقات او هذه الخبرات ان لم تستثمر هتبقى طاقه سلبيه وتحتاج الى ننفق عليها موارد في المستشفيات وفي الشوارع، فيجب ان استغلها. يبقى انا هشتغل على 3 فئات من خلال 3 معايير اساسيه. شكرا دكتور صلاح، شكرا جزيلا شكراً لحضرتك دكتور صلاح هاشم، رئيس الاتحاد المصري للسياسات التنميه والحمايه الاجتماعيه. شرفتنا في يوم الحلقه دكتور صلاح. مشاهدينا